مع الزميلة شريهان أبو الحسن، وغنى يعني أم كلثوم هي عنوان للفن الجيد والنقي الهادف اللي لا يمكن يعني يختلف عليه اثنان. يعني ايه اللي حصل هنا؟ يعني انتوا استمعتوا للراجل، ايه اللي حصل؟ انا مش شايف فيه أزمة. طيب خلينا أسأل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. يا سيادة الوزير أهلا بيك. اهلا استاذ وائل واهلا بحضرتك ومرحبا استاذ. الله يخلي حضرتك سيادة الوزير، الله يخليك. تعلم معزتنا الكبيرة لك يعني، وتأكيدنا دايما على دورك التنويري يعني. بس الحقيقة يعني أنا جبت مجموعة مشاهد، قلت مفيش تناقض، سألت نفسي سؤالا: هل يوجد تناقض بين الدين والفن الجيد؟ فقلت بالتأكيد مفيش تناقض، وجبت أم كلثوم وهي يعني تتلو القرآن تلاوة يعني، لسه هنشوف مشاهد للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وأيضا جبت الشيخ مصطفى إسماعيل أحد ملوك إمبراطورية التلاوة في مصر، وهو بيغني يا ليل يا عين. يعني مفيش حد قال إنه ده إساءة للأزهر وإساءة للدين وإساءة للدعاة. لماذا اتخذتم الموقف سيادة الوزير ضد الشيخ إيهاب يونس، مع انه غنى يعني غناء لجأ للفن النقي الهادف؟ يعني اظن حضرتك احنا تعودنا معا مع حضرتك وانا وحضرتك مع الساده المشاهدين ان الحوار يعني العقلي الواعي الهادف الى بيان الحق بعيد عن الجدل في طرح القضايا كلها. الحقيقه احنا تصرفنا بمنتهى العقل والمنطق والموضوعيه. بيان الازهر الشريف اولا كان واضحا وصريحا في احترام الفنون الراقيه على وجه الاجمال، وان كما قلت الدين لا يتعارض مع الذوق الراقي والفن الراقي وتهذيب الاحاسيس الراقيه، ولكن هناك نظره. دايما الحقيقه في منظومنا وفي كل الرؤى احنا لا نميل لا الى الافراط ولا الى التفريط، لا الى التشدد ولا الى الاتجاه الاخر. والحقيقه هناك مهن لها للفن رسالته، وللعالم رسالته، وللواعظ رسالته، وللامام رسالته، وهناك مهن لها تقاليدها ولها ضوابطها التي يرتضيها اهل هذه المهنه. فمثلا الامر ليس قاصرا فقط على كونه خطيبا او اماما، ولكن هناك مهن مثلا كالقاضي الذي يجلس على المنصه له تقاليده وله ضوابطه الاجتماعيه، والناس تنظر الى الساده القضاه نظره اعتبار معينه ولا تقبل منهم ما لا يقبل من غيرهم. كذلك في مواقع معينه كالمواقع القياديه التنفيذيه ما يقبل من عامه الناس ربما لا يقبل من انسان ليس اماما على الاطلاق، وربما لا يكون مسلما اصلا، ولكن موقعه السياسي او موقعه الاجتماعي او وضعه الوظيفي. واحنا الدين علمنا ان العرف شاهد وحاكم بضوابطه. وانا هدي لحضرتك نموذج ارجو ان تتحملني فيه قليلا. لا اتفضل. العرف لما تيجي كنت تقرا في فقه الشافعيه، يشترط في فقه الشافعيه يشترط في الشهاده في الشاهد ان يكون عدلا، الشاهد لابد ان يكون عدل، ويشترط للعداله المروءه. كان في عصر الشافعي وفي ايام الامام الشافعي في ايامه هو الذي يمشي مكسوف الراس عديم المروءه، ونحن نشأنا في قرى لعقود قريبه. كان عندما يجي بعض الناس يقول لك هذا انسان مكسوف الراس، يعني لا يستحي، لان عاده الناس في هذا المجتمع انهم يغطون رؤوسهم، وان من يكشف راسه يعد قليل المروءه. هذا الكلام لا يمكن ان اطبقه الان ولا اقبله الان، لان سيادتك وكبار المثقفين وكثير من العلماء وزملائنا من اساتذه الجامعات من كبار علماء الفقه والاصول والقضاه، واصبح كشف الراس عاده القوم، وكان الفعل من فعل العادات. فلما كان ذلك في ايام الشافعي كان يعتبر كاشف الراس مخل بالمروءه. لا يمكن لاحد ان ياتي الان على الاطلاق ويقول هذا، لان عاده القوم تتقبل كشف الراس.
فالعرف محكم، فعادت الناس تنظر إلى رجل الدين وإلى العالم على أنه يحافظ على سمت معين ورسالة معينة لا يتقبل الذوق العام ولا المجتمع غير هذا. فحتى ينظر الناس إلى رجل الدين على أنه صاحب توجيه ديني محض، وعلى أقل تقدير تقطع الجدل. يا سيدي اللي عايز يشتغل في الفن يتفضل يشتغل في الفن، لا نحرج على أحد ولا نحجر عليه. ومن أراد أن يشتغل بأي مهنة كالقضاء، كالمواقع التنفيذية، كالدعوة، فلها ضوابطها ولها آدابها ولها تقاليدها. ومع ذلك أيضا كل ما فعلناه إن إحنا كلمة إيقاف عن العمل، لا، لم نوقفه عن العمل ولم يصدر قرار بوقف عن العمل، ولكن قلنا إن ما أتى به لا يتناسب مع طبيعة عمل الإمام ومدونة سلوك الإمام الوظيفية، ولأن هذا الباب لو فتحناه لجرنا إلى مشكلات لا تنتهي على الإطلاق، يبدأ يسيرا ثم بعد ذلك تنفتح أبواب لا تسد. قلنا ما جاء به لا يتناسب مع طبيعة عمل الإمام وكونه داعية ونظر الناس إليه كرجل دين يتلقون عنه كمبلغ عن الله ورسوله. فقلنا هذا الرجل يتقاضى جميع راتبه، يلحق يتقاضى راتبه الطبيعي، إلا طبعا خطبة الجمعة لأن ينظمها قرار خطبة الجمعة لها بدل صعود منبر لمن يصعد المنبر. أما باقي مرتبه وكل ما له من قضايا وظيفية فألحقناه، لم نوقفه على العمل، وإنما قطعا للجدل وفي إطار القوانين المنظمة وقانون الدولة أكدت وصدر بيان الوزارة بأن التحقيق ولن يحصل على أي جزاء بمعرفة الوزارة، وإنما في ضوء ضوابط العمل ومدونة السلوك الوظيفي وواجب الإمام وتبعاته. رفعنا الموضوع عند اكتمال التحقيق سيتم رفعه إلى الجهات المختصة بالنيابة الإدارية، وفي ضوء القوانين المنظمة لعمل الإمام وما يقتضيه واجب الوظيفة هي التي ستقدر إن كان ما أتى به يخل بواجبه الوظيفي وفق مقتضيات الوظيفة أو لا يخل. أما تقاليدنا وعاداتنا ورؤيتنا وتقبل المجتمع وطبيعة العمل الدعوي وما أجمع عليه الجميع في القطاع الديني واللجنة التي تشكل القيادات، أننا لو فتحنا هذا الباب فإن يعني انت تخوف حضرتك يعني انه يعني راجل غنى دلوقتي لأم كلثوم لسه فاكر، فانت متخوف ان لو فتحت هذا الباب يعني هندخل بقى في حاجة يا أستاذ وائل بنسميها في الأصول والقواعد سد الذرائع. وحاجة تانية يا أستاذ وائل، انت في عالم فيه الرأي والرأي الآخر والطرف الآخر، فنحن لا نريد، لأن خد بال حضرتك في نقطة مهمة جدا 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 لابد أن نفهمها. فيه الآن هجوم سواء على الدولة المصرية أو على الأنظمة العربية أو الإسلامية، وكل ما تفعله الجماعات المتطرفة الجماعات الإرهابية وكل الجماعات الإرهابية بتبني منظورها عند العامة على أساس حاجة واحدة، إن الدول دي مش عايزة دين، وإن الحكومات مش عايزة دين، وحتى الأوقاف مش عايزة دين، والناس دي كلهم بيحاربوا الله ورسوله. احنا صحيح ما بنخافش طالما أننا على الحق، وطالما احنا على الحق انت عارف لا نخشى في الله لومة لائم. وهديك نموذج هقوله لك يعني هيشرح صدر حضرتك عقب المداخله دي في بعض النقاط تاكد لك ان احنا ما بنعملش حساب للكلام طالما ان احنا بنرضي الله ونعمل ما فيه المصلحه الوطنيه. هذه الجماعات تبني نظريتها على ان الدوله تساند التسيب والانفلات ولا تريد دين، وانها بتحارب الدين. فعندما تجد امرا كهذا حتى لو كان في وجهات نظر قابله للاخذ والرد، يقول لك مش بنقول لكم بقى هم بيضيعوا الدين. وهناك من العامه من لا يتقبل لا حسه ولا ذوقه ولا عرفه المجتمعي ولا الاجتماعي هذه الظواهر. فسد الذرائع ودفع الخلل يقتضي ان يقول من اراد ان يتفرغ للفن فليتفرغ بمعزل عن الدعوه، حتى لو بقي لدينا، حتى لو كان موظفا عاديا. لكن اما ان يجمع بين امرين لا يتقبلهما المجتمع معا ولا يتصور مجيئهما من شخص واحد، فهذا يتنافى مع مدونة السلوك الوظيفي التي نربي عليها أئمتنا وعلماءنا.
لأننا نريد أن